انت عندك جريمه حدثت، جريمه عمديه، انا بقول لحضرتك عمديه، وده اللي بيفرق عن العقوبه، مقدار العقوبه في الجريمه اللي بتتم عن خطا او عن عمد. لا، الجريمه عمديه، وانا اقول لحضرتك ليه. لان النهارده لما يجي انت تبقى انت عارف كرئيس نادي، اللي هو الرئيس النادي اللي كان بيعمل فيه، وتقول له تسفره من ليبيريا اللي هو الامارات وتعمل له جواب او تصريح ب3 شهور معايشه، وانت اصلا بايعه لنادي الوحده الاماراتي، وبالتالي المفروض التصريح ما يكونش حاجه اسمها معايشه. ده مش طالب في الثانويه العامه ولا طالب لسه بيتعلم كوره عشان تقول لي معايشه. ده اعاره، ده انت بايعه لمده سنه لنادي الوحده الاماراتي، فمفروض التصريح اللي يطلع تصريح بيع او اعاره، وبالتالي يصدق عليه من تجنيد والقوات المسلحه. فتسببت انت بهذا التصريح اللي هو لمده 3 شهور في ان هذا الرجل لما يجي المرحوم جه يبقى النهارده كان معرض لجريمه، ارتكب جريمه التهرب من الخدمه العسكريه، وبالتالي قضي عليه في محاكمه عسكريه ب2 حبس. انت المتسبب فيهم، لان انت عارف انك انت بايعه الوحده، وبالتالي كان الجواب بتاعك المفروض يطلع بيع لمده سنه او تصريح لمده سنه، مش تصريح لمده 3 شهور.